ضعف السمع هو المرض الشائع انتشاره في أمراض الأذن، إذ يصيب الطبقة المسنة بنسبة أكثر من الطبقات الأخرى، وقد يكون وراثيا. ومع منتوج رقم 5 لابن الشنفر المتخصص في زيادة السمع ومحاربة ضعف السمع بأنواعه الالتهابي وغير الالتهابي، اللذان يصيبان القناة السمعية السكيوس التي تمتد من الأذن الوسطى إلى البلعوم الأنفي وتضغط الزائدة الأنفية. نسيج لمفاوي على القناة مما يؤدي إلى انسداد القناة السمعية وإتاحة المجال للعدوى البكتيرية بالانتقال بشكل سريع. الآن ومع المنتوج رقم 5 لابن الشنفر وداعا لانسداد الأستيكيوس، وهذا نظرا لاحتوائه على أعشاب تساعد النسيج الليمفاوي على التمدد وعدم التكتل في مكان واحد. جربوه وستتمتعون بالنتيجة إن شاء الله. الصداع النصفي أو الشقيقة مرض منتشر يصيب 12% من سكان الأرض. ذروة الإصابة من السن 30 إلى 39 ويصيب كثيرا النساء. ومن أسباب الإصابة به توازن في النقلات العصبية في الدماغ، خصوصا السيروتين الذي هو مسؤول عن نقل الأعصاب التي تتحكم في الألم. لذا مخابر ابن الشنفر للأعشاب الطبيعية الأولى في الجزائر تنصحكم باستعمال العشبة رقم 15، فهي تعالج شقيقة الناتجة عن حبوب منع الحمل للنساء والآلام الرأس الشديدة وآلام الكلى والصداع، وهذا لاحتوائها على مادة محفزة للسيروتونين الذي بدوره يسهل دور نقلات الأعصاب لتجنب تعثرها وحصول خلل. ولكن كيف نعرف بأننا مصابون بشقيقة أو الصداع النصفي؟ أعراض الإصابة بشقيقة أو الصداع النصفي هم 4 مراحل، ولكن ليس شرطا أن تمر عليهم جميعا، يمكن أن تصيبك مرحلة أو 2. المرحلة الأولى تسمى المرحلة القبلية، تكون يوم أو يومين قبل النوبة، يصاحبها اكتئاب أو توتر. المرحلة الثانية تسمى الحالة، الذي يكون فيها تأثير على العين إذ أن المصاب يرى بياضا أو شيء مماثل. المرحلة الثالثة مرحلة النوبة التي تقوم من 3 ساعات إلى 4 أيام. المرحلة الرابعة مرحلة ما بعد النوبة، تحس فيها أنك مرهق مجهد، لذا نستعمل العشبة رقم 15 فستبهرون بالنتيجة. استعملوها في أي مرحلة والله هو الشافي. اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أتعرفون لماذا سميت هشاشة العظام بالوباء الصامت؟ لأنها لا تتسبب ألاما في العظام ولا في المفاصل إلا إذا حدثت مضاعفاته وهي حدوث الكسر، فيصبح هناك ألم. إذن كيف نعرف بأننا مصابون بهشاشة العظام؟ انحناء الظهر وحدوث تناقص تدريجي للقامة وتظهر في مرحلة متقدمة للمرض، انتفاخ البطن بشكل ملحوظ، انحناء الأكتاف وذلك بسبب نقص الوزن. هذه الأعراض وغيرها تبين بأن لديك هشاشة العظام. لذا مخابر ابن الشنفر الأولى في الجزائر تنصحكم باستعمال المنتوج رقم 6 الذي هو غني بهرمون الأستروجين الذي بدوره يقوي ويساعد على تثبيت الفيتامين دي على العظام لاكتساب صلابة تناسب الجسم، وبدوره يحارب انهيار الفقرات، تخلخل العظام والتهاب المفاصل. اطلبوها الآن ولا تترددوا. ظاهرة وأسئلة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، منها: هل أستطيع أن أزيد في طولي؟ هل ممكن أن أكسب بعض السنتيمترات في قامتي؟ مخابر ابن الشنفر الأولى في الجزائر تجيبكم بنعم، ويمكن مع العشبة رقم 17، إذ أن الإنسان لديه عند طرفي كل عظمة في جسمه غضروفين هم المسؤولين على زيادة طول العظمة، وهذا الكلام طبعا تحت سيطرة هرمونات مثل GH هرمون النمو والستروستين وهرمونات الغدة الدرقية. والمنتوج رقم 17 الخاص بزيادة الطول يعمل دور محفز ومنشط لتلك الهرمونات التي بدورها تساعد الغضروف على زيادة طول العظم في مدة قصيرة، وزيادة على ذلك فإنه يعدل الغدة النخامية لتعمل عملها بأحسن دور. اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة واحذروا التقليد.
أعراض ارتفاع الكوليسترول وخطورته على الجسم لا يستهان بها. كون الكوليسترول عبارة عن دهون تتواجد في الدم الذي يدخل إلى كافة أعضاء الجسم، ويمكن أن يتسبب بضررها من خلال تأثير على وظيفتها وعملها، ومن هنا تنشأ الأمراض ويظهر ضرر الكوليسترول على الجسم. ومن أعراض ارتفاع الكوليسترول على الجسم ظهور انتفاخات أو آفات صفراء ولينة على الجلد تسمى الورم الأصفر المسطح، تشير إلى حصول استعداد وراثي لحصول مشاكل ارتفاع الكوليسترول. كثير من الناس الذين يعانون من السمنة المفرطة أو مصابين بداء السكري يكونون من أكثر الناس عرضة للكوليسترول. وقد أكد بعض الخبراء أيضا أن من أسباب العجز الجنسي هو ارتفاع نسبة الكوليسترول، لأنه يؤثر على الشرايين بنسبة مفرطة. ولهذا كله وأكثر، مخابر ابن الشنفر الأولى في الجزائر تنصحكم باستعمال العشبة رقم 16 المعالجة للكوليسترول في الدم، وزيادة على معالجتها للأمراض السابقة ذكرها، فإنها تعالج الذبحة الصدرية، إذ أن تسربات الكوليسترول على جدران الشرايين تزيد من مجهود عضلة القلب عند ضخ الدم، وهذا عامل أساسي في ارتفاع ضغط الدم وحدوث احتشاء للقلب. والعشبة رقم 16 تساعد على تنظيف شرايين المخ من الكوليسترول الذي يعيق وصول الدم إلى المخ، وهذا يمكن أن يقود إلى الإصابة بجلطة دماغية. اطلبوه الآن من عند الوكلاء الظاهرة، أرقامهم أسفل الشاشة. أطاس قمذانون ونظرية المعنى الخلعة أطاس سيكنا شكتين سق قراح غيث عبوط وسال مرزون غارهم الجاي أدفغن يماض ذوذي الهال هي التكيان في الخلعة إقلان ذيث عبوط وستاوي ديدس ثقذي الوسواس الفوبيا يكوذ المريخوية الشك عقو ذي الحزن ثورا يكوذ يمغان الابن الشافرة يسروالا تكتبوين أرن الهي ذوذي كسان أطان الخلعة ويكوذي تسيان وفان غرص سثلاثة سفاري جهدان ابن الشافرة يودوين الخلعة يلان ذي سوري ابن الشافرة.